يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى يا ست الكل هعمل لك خليه النحل بابسط واسهل طريقه ممكن تتخيليها، وقد ايه هشه وطريه وقوامها متناسق من جوه. هتعجبك كتير، بس النهارده خليفنا قواعد، بدل ما نعملها مدوره عملناها مربعه. مش المهم الشكل، المهم جوهر الحاجه. ان شاء الله ان شاء الله هيعجبك جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو هوريكي بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها مع بعض على القناه، واسيب لك اللينكات كلها في صندوق الوصف. بس قبل ما نبدا الفيديو لازم نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب للصة مميزة. أتمنى يا جماعة تشاروا الفيديو ده بين أصدقائكم علشان تعمل فائدة للجميع. ولو بتشاهدوني من على التيك توك أتمنى تنوروني تشرفوني على قناتي على اليوتيوب، هكون سعيدة جدا بيكم. واللي مش عارف يدخل القناة ازاي، هتخش الصفحة الرئيسية بتاعت التيك توك هتلاقي كلمة اليوتيوب، اضغطي عليها هتوصلك للقناة على طول. قناتي اسمها الوصفة المميزة مع تغريدة الصباح، ويلا بينا. مبدئيا كده احنا نبدأ بكوباية حليب الأول. لو مفيش حليب ممكن عادي جدا تعمليها بمية، مفيش مشكلة خالص يا جماعة. الحليب ده يا جماعة يعتبر يعني نص دسم أو خالي الدسم كمان، بس ممكن تعملي طبعا بكامل الدسم، وأقول لك أنا هدعمه بإيه دلوقتي. هنبدأ بكوباية، لكن أنا حطيت كمان كوباية إلا ربع، وطبعا هسيب لك المقادير بالكوباية وبالجرام في صندوق الوصف. وهننزل بربع كوباية من السكر بتعادل 50 جرام، ومعاه معلقة صغيرة من الخميرة. كل مكون أنا بحطه بقلب تقليبتين كده علشان المكون يدوب معايا. طبعا علشان أدعم طبعا الحليب قلت لكم من غير دسم، فحطيت معلقتين كبار من الحليب البودرة. وده اختياري يا ست الكل، ممكن تستبعديه خالص. أنا حبيت بس أخلي خلية النحل معايا غازية شوية، يعني مغذية مش معلش يا جماعة، الحر برضه عامل عمايل، تبقى مغذية شوية، فعشان كده حطيت معلقتين حليب البودرة. وهننزل بالمحسن الطبيعي اللي كلكم عارفين اللي انا دايما بعمله في المخبوزات، معلقه كبيره من عصير الليمون. هننزل عليها بمعلقه صغيره من بيكنج باودر، وهنبدا نقلب كده يحصل فوران. هو ده يا جماعه المحسن الطبيعي، تستخدميه لكل المخبوزات، بيخليها هشه وطريه معاكي فوق الوصف. وهننزل بنص كيلو من الدقيق، يكون مخصص للمخبوزات، ايا كان نوع الاسم، بس المهم يكون مخصص للمخبوزات، يكون له عرق يعني. وبعد كده هنبدا نعجن 5 دقايق. دايما اقول لكم طبعا تحفظوا كده، كل ما تعجني اكتر تاخدي هشاشة، تاخدي قوام متناسق، تاخدي لون فاتح في المعجنات من جوه، ما تبقاش مكتومه كده ولونها ايه غامق. هنبدا ننزل بقى بكوبايه الا ربع تاني تدريجي من الحليب لحد ما العجينه تلم معاكي. طبعا يا ست كل الدقيق كله مش زي بعضه، فانا بدات بكوبايه الاول، وبعد كده يعني حطيت كوبايه الا ربع تاني. بيعادلوا كام جرام؟ كلهم بيعادلوا 350 جرام من الحليب. ممكن تستخدمي ميه يعني بدل الحليب، مفيش مشكله خالص، تقدري تستخدمي اي حاجه انت حباها. وبعد كده هغطيها واسيبها بس 10 دقايق ترتاح علشان افعل مادة الجلوتين اللي موجودة في الدقيق. بعد ما مر عليها 10 دقايق علشان اوريك إن مادة الجلوتين اللي انا بقولك عليها، يعني شايفين العجينة عاملة زي اللبانة، بشدها اهي مش بتتقطع خالص. يبقى كده فعلنا مادة الجلوتين اللي موجودة في الدقيق. هننزل ب50 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ بيعادل معلقة كبيرة. لو ما عندكيش زبدة ممكن تنزلي بربع كوباية من الزيت، مفيش مشكلة خالص يا ست الكل. وهنبدأ نعجن برضو 5 دقايق. بعد ما نعجنها هنحطها في طبق كده مدهون دهنة من الزيت، وهنسيبها ربع ساعة. بعد ربع ساعة برجع اقعد اردد فيها كده لمدة دقيقة علشان برضو افعل مادة الجلوتين اللي موجودة في الدقيق اللي احنا بنقول عليه العرق. ليه انا بعمل كده؟ علشان طبعا العجينة تبقى هشة وخفيفة، ويعني لونها فاتح من جوه، وتبقى هشة زي القطن بالظبط. الخطوات دي يا جماعة بتبدو ان هي بسيطة، بس فعلا والله بتفرق جدا في المعجنات. التزمي بس باللي انا بقولك عليه وهتشوفي يعني معجنات معايا فوق الوصف بصراحة. انا بقى بقول لك يا ست الكل، لو وصلتي المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيده جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتيلي اي كومنت يخطر على بالك. ورده جميله زيك او وجه مبتسم، والله يسعدني كتير جدا. وحابه اشكركم كتير كتير كده من الارض لحد السما على الكومنتات والدعوات الحلوه اللي فعلا بتفرحني، وما تجيش الا من اجمل اخوات فعلا. ونرجع الفيديو بتاعنا. بعد ما رددناه هنسيبه كمان ربع ساعة. بعد ما مر عليه ربع ساعة بدأ خمر معايا، ببدأ أهبط الخمر منه وأبدأ أقطعها بقطع كده زي ما انتوا شايفين. أنا هقطع القطع، أنا جنبي ميزان وهوزن القطع 20 جرام. لو ما عندكيش ميزان هيبقى حجم العجينة قد الليمونة الصغيرة. احنا طبعا هنحشيها جبنة يا جماعة، حابة تحشيها نوتيلا مفيش مشكلة خالص اللي انت حباه. أنا طبعا بكوره كله، هكوره كله الأول وبعد كده نبدأ نحشيه. ليه؟ حد هيقول لي طب انت ما بتحشيش على طول ليه؟ اقول لك علشان طبعا انا كل ما اعمل في العجينه اكورها وارجع افردها تاني، ده كمان بيديني هشاشه اكتر للمعجنات بتاعتي. علشان طبعا العرق بتبقى تمط معايا تاخد راحتها كده. وبعد كده بعد ما بخلص كل التكوير ببدا باول واحده انا عملتها.
طبعًا أنا دهنة الصينية دهنة من الزيت، وبعد ما خلصتهم كلّهم زي ما أنتِ شايفة كده، هنبدأ بقى إيه نحشي الجبنة. أنا معايا عاملة جبنة موتزاريلا على جبنة تلاجة، ملح خفيف خالص. حابة تحشي الجبن اللي أنتِ حاباها ممكن تحشيها مش مشكلة خالص، بس أنتِ لو حشيتِ موتزاريلا بس هتسيح ممكن تطلع من الكور دي، فعلشان كده أنا دعمتها شوية برضه بالجبنة اللي التلاجة، وشوية من الجبنة الموتزاريلا، وتقدري برضه تحشي نوتيلا، بس طبعًا ما تكتريش علشان طبعًا العجينة صغنطوطة ما ينفعش تكتري، وأثناء الخبز ممكن تطلع من العجينة، بس أهم حاجة تقفليها كويس أوي. في الوقت ده أنا في الأول حطيت بصراحة في صينية مدورة، بس لقيت الصينية المدورة هتبقى كبيرة، فرجعت حطيتهم في الصينية اللي أنتم شايفينها دي تاني بصراحة، قُلت مش لازم يعني لازم يكون مدورة، المهم أجوّر الحاجة مش شكلها. حبيت والله أقول لكم المعلومة دي. طيب خلية النحل دي بتتخبز على درجة حرارة كام؟ تبعتوا لي يا جماعة بتقولوا لي المقادير مش موجودة على التيك توك، المقادير موجودة على قناة اليوتيوب، موجودة في صندوق الوصف، هتضغطي على العنوان بتاع الفيديو هيظهر لِك كلمة المزيد، اضغطي عليها هتوصّلِك لصندوق الوصف، هتلاقي المقادير كلها مكتوبة في اليوتيوب. حضراتكم دايمًا بتقولوا لي من على التيك توك، إحنا عايزين تكتبي لنا المقادير على التيك توك، يعني أنا عايزاكم تشرفوني على اليوتيوب يا جماعة، على الأقل تخشي بس تاخدوا تشتركوا كده وتاخدوا المقادير بالضبط، مع إن أنا باقول نفس الفيديو هو ده بانزّله برضه على التيك توك. بس مش باكتب مقادير على التيك توك، حبيت أقول المعلومة دي علشان في بعض الناس بتبعت لي. بعد ما كورت العجينة هاسيبها نص ساعة تتخمر، طبعًا إحنا في الصيف باقول لِك نص ساعة، لكن لو في الشتا هتاخد ساعة. بعد ما سِبتها اتخمرت بابدأ أدهنها بدهان بيضة مخفوقة عليها معلقة خل، وأدهنها بيها كده علشان أنا هاحط سمسم. ممكن لو أنتِ مش عايزة تحطّي حاجة خالص ممكن ما تدهنيش حاجة خالص، لو مش حابة البيض ممكن تدهني حليب، ممكن تدهني مَيّة بسكر، اللي أنتِ حاباه، في ناس يا جماعة قصدي مش بتحب دهان البيض خالص، ممكن تدهني بقى حليب، تدهني مَيّة بسكر، مَيّة عادية بخة مَيّة كده ما فيش مشكلة. بعد كده باحط على وشها كده سمسم محمص. تقدري بقى تحطي حبة البركة ما تحطيش حاجة خالص اللي انت حباه، وهتاخد معاكي قلت تتخبز على درجة حرارة يا جماعة 180. 180 دي يعني درجة متوسطة مش عالية قوي مش هادية قوي، يعني تسخني الفرن قبلها ب10 دقايق قبل ما تدخلي الصاج، وبعد كده تحطيها في الشبكة أو في الشبكة العالية على حسب الفرن بتاعك حامي ولا لأ، وكل 3 دقايق كده بتبدأي تداري الصينية علشان تاخدي لون موحد. وبعد كده هتاخد معاكِ حوالي ربع ساعة في الفرن، من غير شواية ولا أي حاجة، شغّلي الفرن بس من تحت، بس أهم حاجة كل شوية تحرّكيها كده علشان تاخدي لون موحّد، وبعد كده أول ما بتطلّعيها على طول بتغطّيها بفوطين وفوقها كيس بلاستيك علشان ترُد من حرارة الفرن. ده كان شكلها بعد حوالي 10 دقايق من ما طلعت، يعني غطّيتها وسِبتها 10 دقايق. طبعًا هي الصورة خير دليل، خفيفة جدًا وهشة وطرية فوق ما تتخيّلوا. أنا هاستنى منِّك كومنت لمّا تعمليها وترجعي تاني تقولي لي رأيِك فيها، أنا واثقة إنها تعجبِك كتير. شايفين عاملة إزاي؟ زي القطن بالضبط وخفيفة جدًا، شايفين؟ طبعًا بتحتفظي بيها لو أنتِ مش هتتاكل في أول يوم، بس أنا واثقة إن أنتِ هتاكليها على طول يعني بصراحة. لو عايزة تقللي الكمية في صينية صغيرة عادي ممكن تعملي صينية صغيرة كده، ممكن تحطي بس نُص الكمية 300 جرام أو ربع كيلو، هتحطيها في صينية مقاس حوالي 25، لو أنتِ هتعملي ربع كيلو نُص الكمية يعني، ما فيش مشكلة خالص. هتحتفظي بيها لو فضلت معاكِ هتحطيها في كيس محكم الغلق وتحطيها في الفريزر، وعند ما تطلعيها بس قبلها بس ب10 دقايق بتفُك معاكِ وتبقى أكنها لسه مخبوزة يا ست الكل. شايفين قطن وهشاشة ولون موحّد وجميلة جدًا، شايفين؟ وأنا لو نسيت أي حاجة ابعتي لي كومنت وأنا إن شاء الله باجاوب على كل الكومنتات، لو عايزة أي استفسار ولا أي حاجة، واسيبكم في رعاية الله وأمانه، انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.